مرحبا بكم البنات. جيتكم اليوم بوصفة المرقة بأسهل طريقة والنتيجة من أروع ما يكون. شوفوا يعني تفتح معايا بكل سهولة. يعني العجينة راح تجي تذوب في الفم. حنحضروه بواحد الخلطة اللي راح تزيد له في الخفة والبنة ويجي معاكم مسمن ولا مرقة من أروع ما يكون. نحط هنا 3 كيلات نتاع السميد الناعم، يعني الرطب كامل اللي ناخذ. حطيت 3 مغارف صغار من الملح. نزيدو هنايا ملعقه نتاع العسيله، ما تعمروهاش بيان. اللي ما عندهاش تقدر تحط ملعقه كبيره من السكر العادي. وهنا عندي ربع ملعقه صغيره من خميره الخبز اللي حتعاون لنا العجينه يعني تولي الاستيك وتتكسل وتخدميها كما تحبي. بالنسبه للماء درت 2 كيلات ونص من الماء. وهنايا كي رحت نخدم بالبغا تاعي يعني حسيت بلي العجين ثقيل بزاف، زدت له هنايا حوالي 4 كيلو نتاع الماء. المهم هنايا خبطت مليح بالبغا تاعي، حطيت كيلو مباشره تاع الفرينه. حاولت كيفاش ندخل هذيك الفرينه حتى يولي معايا الوجه تاع العجينه املس. دوك واش نجي ندير هنايا شويه فقط تاع الزيت، بالك وتكثروا يعني جوست باش ما تلصقش معانا هاد العجينه. كنحطوها في البلاستيك هذا الغذائي، خلوها تريح واحد نص ساعه تبداو تخدموا بها. وانا كيما راكم تشوفوا جيت نقطع العجينه نتاعي الى كرات. انا خرجت لي هنا 16 قطعه. الخبزه نتاع مرقه راح يكون فيها 2 قطع من العجين. وهنا تانيك نعاود نغلفها ببلاستيك غذائي وضروري نعاود نخليها تريح اللي حتعطي لكم نتيجه من اروع ما يكون. خديت هنا البنات 2 ملاعق كبار يكونوا مملوئين جيدا من المارغرين وذوبتهم. ذوبهم في الكسرونه ولا في الميكرووند. حطيت عليهم واحد الكميه من الزيت، قول هكاك واحد ربع الكاس يعني ولا تحت ربع بشويه من الزيت. وزدت عليهم هنا ملعقه كبيره مملوءه جيدا من المايزينا. وضفت هنا حوالي 5 غرام من الخميره الكيميائيه. يعني نحط هنا كميه قليله من الزيت، يعني ما نكتروش، يعني جوست برك باش نفتحوا العجينه نتاعنا وما تلصقناش فوق سطح العمل. ونجي لهذيك الخلطه البنات وناخذ منها شويه، ونجي هنايا نحط الكره الدوزيام ولا الخبزه الدوزيام على الخبزه الاولى. ونبدا يعني نفتح بهذا الشكل. لازم نقلب كي نكون نفتح. وهنايا بعد ما فتحتها مهم نفتحوها حتى يبدا يبان لنا السطح تاع العمل. وسمحوا لي هنايا لما بان لكمش مليح يعني نطبق عادي كما المسمن. وهنايا نبدا نغلق فيها على شكل كره من هذا الشكل عادي وتقلبوها هكذايا. من بعد الراحه راح تلصق يعني في بعضها. يعني خدمتهم وحطيتهم في السنيوه بيان سور ومغطيين. بديت بالحبه الاولى يعني ما عاودش خليتهم يريحوا. جيت ديريكتومون البنات جبت ورقه طبخ اللي قطعته على حسب الحجم نتاع المقله نتاعي وبديت نفتح من هذا الشكل. يعني ماشي كيما المسمن باسكو هذا يجي شويه ملحم، اما يعني كون تخلوها شويه خشينه راهي راح تجيكم ثقيله. يعني لا طيبتوا الحبه الاولى وشفتوها جاتكم ثقيله زيدوا رقوا شويه العجينه نتاعكم. يعني نجي نحلى هذا ورقه طبخ بهذا الشكل، يعني جوست تشوفوها بدات تشد في روحها نحولها ورقه طبخ. وهنا شوفوا الله يبارك كيفاش راهي كي البالون، الله يبارك. وهذا الشيح يخليها تجي خفيفه وتجي مهويه ومرقه من الداخل. انا كملت طيبتهم كامل بنفس الشيء. وشوفوا البنات كي نفتح الحبه